ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون. أولئك الذين يرجون ذاتهم بالآخرة هم يوقنون. لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك ما في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه هو العزيز الحكيم. قال بعصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل. يا موسى لا تأخذني لا يخافون الذين يرسلون إلا منظرا ثم بدل ثم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات فلما جاءتهم آياتنا مبصرة وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سليمان داود وقال يا أيها الناس قل لمن هدي أوتينا من كل شيء هذا له الفضل المبين. جنود من الجن والإنس والسائق النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وما يشعرون. وقالت بأوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن صالحا تتعبدني بنعمتك في بيتك الصالحين. وقال ما لي لا ينزل عن كان من الغيب لأعذبنه عذابا شديدا ويذبحنه وليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال لما لم تأتي وجئتك من سلام وبيقين إني وجدت امرأة تملكهم من كل شيء وعرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الأرض في السماوات ويعلم ما يكون وما يكون. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأمر إليه فانظري ما لا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية وعافية مما يرجو المرسلون. فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال
آتاني الله ويرضي ما آتاكم الرب بهدية فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وامتاثلون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأحياء قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني أتيك قويا أمين. قال الذين أوتوا من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن ربي غني كريم. قال مكروا لها عرشها ننظر التي أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه وأوتي وصدها ما كانت تعبد من دون الله كأنه من غافلين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته عزة وكشف عن ذلها إنه لمنبذ من خوارها. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود قال يا عبدنا فإنهم فرحان ينتصرون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قالوا طيرنا بك وبمن معك وكان في المدينة قالوا فقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما علينا ملكان وإنا لتاتون. مكروا مكرنا وهم لا يدرون. كيف كان عاقبة منا دمنا وقاموا أجمعين. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولودا النبال لقومه أتتون فاحشة وأنتم تبصرون. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وأنتم مسلمون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط والحمد لله وسلام على عباده الذين أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تؤمنوا يوم الله والقوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نارا وجعل لها رواسي وجعل بين البرين يوم الله وأكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يوم الله غنيا ما يشركون. أمن يأتيكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بالتي رحمته يوم الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض يوم الله ينادونكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله وما يشركون أيام يغفرون. ولدرك علمهم في الآخرة وهم في شك منها وهم منها عمون. وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وأبناؤنا إنا لمهتدون. لقد زدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل هذا إلا أساطير الأولين. في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. كافٍ عليه ولا تكن في غير
الذي خلقكم والذي تستأجرون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن ربك ويعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل من الذي فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين جعل الله بينهم يمين ويزيد عليهم فتوكل على إنك على حق مبين لا تسمع الموتى وتسمع ثم دعا إلى من لا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم لا تسمع إلى من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أننا كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا وهم يهزمون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتنا فأتوا بعلم ماذا كنتم تعملون وقع القول عليهم عذاب وهم لا ينظرون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار وزينا في ذلك الآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا نحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب والله الذي يخلق الأجل خبير بما يفعلون بالحسنة فله خير منها ومن بدء يوم يعملون وجاء بالسيئة فكبت وجوهنا يجزون إلى ما كنتم تعملون نعبد رب هذه الذي علمها ولم كل شيء وقت ونكون من المسلمين ونتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله يريكم آياتي فتعرفون ما ربك بغافل عما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات كتاب مبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح الله ويزيد من أولاد المسلمين يريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وأنهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون يا أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رددت إليك وجاعلهم من المرسلين فانتقمنا آل فرعون ليكون لهم عدوا وعذابا إن فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاسرين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لا تبدي في لولا تقطع ومسيان تكون من المؤمنين وسير الرب عبد ولا يكون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلك على أهل بيت يبنون لكم قولا ناصرون فرددناه إلى أمه كي تغر عينها ولا تحزن ولتعلم أن لا يقوم لكنها لا يعلمون فلما بلغ أشده واستوى آتيناه قومين فكذلك نجر المؤمنين ودخل المدينة على حين غفلة
غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين. وأصحاب المدينة طائفا يترقب بين الذي استنصر بالأمس يستدعون يا موسى إنك لعوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس تكون جبارا من أهل وما تريد أن تكون من المسلمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يستمعون بك ليقولوا بقول إني لك من الناصحين. وأيضا يترقب على بلده من قوم ظالمين. أجل قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ما مدين أجد عليه أمة من الناس يدعون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر وأبونا شيخ كبير. فقالهما ثم تولى إلى الظل قال جئت لما أنزلت إلي من خير وجاءت إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه بغت عليه وتساءل فأخرجوا سميعا أما تستعجل إن خير من سجد القوي الأمين. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت أيضا فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيتك يا عباد علي والله ولا ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تذكرون. ولما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في شجرة يا موسى إني أنا رب فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى. أقبل ولا تعودك اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى صراط ملئين. رب إني قتلت منهم وأعطه مني لسانا فأرسل معي ونذر لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مبين وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون العاقبة الدار إنا لا قال فرعون يا
لعلي أطلع إلى موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون أخبرناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم المغفورين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فسائل للناس هدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي فتداول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدى الله آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما الدور إن هديناك الرحمة من ربك وما أتاهم من نذير فيغفر لهم يتذكرون فإن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران وقالوا إنا بكل من عند الله وعدا منهما فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا لهم قولا لعلهم يتذكرون لهم الكتاب به إن الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بحسنات السيئات ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم عليكم عادة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من لدنا ولكن أكثر عما يعلمون فكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مجرمين إلا وأهلها ظالمون وما أوتينا شيئا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ما عند الله خير وأبقى يغفرون فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه ولا حياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أويناهم كما أوينا جبلنا إليك فكانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوا فلم يستجيبوا لهم وأنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم ويقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ هم لا يتساءلون ومن
ويعلم ما تكن صدور وما يعلنون. لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة والحكم وإليه ترجعون. جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل فلا تسمعون. ولكن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه فلا تبصرون. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يأتي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزلنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه فذروه بالعصبة بالقوة ولا تفرحن لا يحب الخير. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من الغرور فالوين يسرنه وتبادلنا وليس الحمد لله مجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقضى به وبداره إلى الله وما كان لهم من فئة ينصرونهم من دون الله من المنتصرين. وأسعى الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الصابرون. الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في أهلها فسادا والعاقبة للمتقين. بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئات فلا إلى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد غر بها الله من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزل إليك وإلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يلقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين ويعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. حسب الذين يعملون السيئات يسبقون عذابا يكونون. كان يرجو لقاء الله فإن إلى الله الهادي والسميع العليم. وإنما يجاهد نفسه ملالا للعالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئات ونجعلهم أحسن الذي كانوا يعملون. لوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم ولا تطعهما وإليهم مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آمن الله بالصالحات وكنا بالصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك فيقولون إنا كنا معكم وليس الله يعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا ويعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا عند الله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم على سوء كيف بدا خلق في الأرض ولا في السماء ما لكم من دون الله ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر وما عليهم حاجة ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة إنكم لتأتون ما من أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وما كان جواب قومه إلا قال الجبال على بجاه موت بالصبر أتيتني على قوم المفسدين قالوا إنا ملكوا أهلنا ونسينا ما كانوا ظالمين أليس فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينا ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تغفر إنا نرجوك وعدك إلى امرأتك فقال يا قوم اعبدوا الله اليوم الآخر ولا تدعوا بأهل المفسدين كذبوا فأخذتهم الرجل وأتوا في داره جاثمين يا قوم ثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدوا عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان وجاءهم موسى بالبينات فكفروا ما كانوا صادقين وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله بظالما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإنها والبيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون يعلم ما يلزم
من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا يعلم ما تصنعون. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذي آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء يؤمنون بما يتلى آياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تغلوا بيمينك إلا الكتاب المبتلون. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ما يتلى آياتنا إلا الفاسقون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وإنما الآيات عند الله وإنما على نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم في ذلك الأحمد وإليه لقوم يؤمنون. كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى جاءهم العذاب ليأتينهم بغتة لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم وعند تأتيهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا من تشاء خالدين فيها نعم العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تعبدوا الله رسولا وإياكم والسميع العليم. وإن تأتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يعبدون الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويأتي ويصل له إن الله بكل شيء عليم. من نزل من السماء ماء فأحيا به من بعد موتها فيقولون الله والحمد لله وأكثرهم لا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لخير لو كانوا يعلمون. فكروا بالملك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى الذين أشركوا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولنا من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وليس في جهنم للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم يسرون في هذا الصيام المسجد فيعملون في كثير. لله الأمر من قبل والسبت يومئذ يفرغون منه بسم الله يغفر من يشاء ويعزيز الرحيم. لا يملك الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسول بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عاقبة الذين فسوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم إليه يرجعون. ويوم تقوم ساعة يبدو المجرمون من شركاء وكانوا لشركائهم كافرين. ويوم تقوم
سبحان الله حين تمنون وحين تصبحون له الحمد في السماوات والعشي وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وحين الموت وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض وإن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وإلهكم يعبد إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا سألوا نعمة من أهلها تخرجون السماوات والأرض كل له واردون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه ولو كتب ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فآمون حقيقة معبودا وإليك يرد الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا ومن يأتي ولد وما لهم من ناصرين وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لأمر الله ذلك الدين غير ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل ما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم جاءهم بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها بينت الناس الذين لا يعلمون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون له الحق والمسكين أو نستبيل الآيات الذين يريدون أجلا أولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم أمن شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الفساد في البر والبحر مما كسب أيدي الناس ليذيقهم الذي يعملون لعلهم يرجعون سيروا في الأرض ثم انظروا عاقبة الذين كفروا كانت لهم وأقم وجهك للدين الغيب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدرون من كفر فعليه وما من صالحا وليعمل بالمسجد وعمل صالحات لفتهم لا يحب الكافرين آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وإذا يصلوا بأمره وينزلوا من فضله وعلىهم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات وأما بالذين هلكوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فتثير سحابا فيبسط في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق الليالي وإذا أصاب به من يشاء من عباده إلى أمر ترجعون من قبل أن يرسل عليهم من أمره لهم انظر إلى
رحمة الله كيف يريد جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة فهو شيء فسيعلم ما يشاء ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن بآية فيقولن الذين كفروا للأرض لا مبطلون يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون إن ربنا حق ولا يستغفن الذين لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجنات خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة فأروني ماذا خلق الذي يحبني فيتعلمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل وإلي ثم إلي مرجعكم ونبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بأمرها إن الله لطيف خبير. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصائر خدك للناس لا تمشي بالأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور له الملك ألم أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل بالله ولا حزن ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعو إلى عذاب السعير وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالوثيقة وإلى الله يعبدون ومن كفر فلا يحزنك كفره بما عملوا إن الله عليم بالعالمين
خلق السماوات والأرض فيقولون لا والحمد لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده ولا تدخل إلى سنة واحدة إن الله سميع بصير. ألم أن الله يولد الليل بالنهار ويولد النهار بالليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ما تأمرون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل وأن الله هو العلي الكبير. بنعمة الله ليريكم بآياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإلى وجه الفجر والله والمعبود ومن المتصف اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيئا. إن وعد الله يقوم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم يا الإسلام كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربك لتنذر ما أتاهم من نذير من ربك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. شرع لكم من دونه ولي ولا نبي فلا تتذكرون. يدبر أمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره والفساد مما تبدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. كل شيء خلقه وجعل الظلمات من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السماوات والأرض قليلا ما تشكرون. وما في الأرض إلا الذي حق الذين كفروا